السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة ونعيم الدارين الدنيا والآخرة إن شاء الله. لن تنعم تاني، لن تنعم، وحضرتك لن تنعمي بنعيم الدنيا ونعيم الحياة، ولن تجذبي الخيرات، ولن تجذب حضرتك أيضا الخيرات والنعيم. ولن يكون عند حضرتك أو عند حضرتك الراحة النفسية إلا إذا عشت حياة الرضا. والرضا معناه أتكيف في كل مراحل حياتي. ودايما بقولها: رب دعوة دعوتها يوما ما، أو حضرتك ممكن تكوني دعيتي دعوة يوما ما وتكوني عايزة مرحلة من الاستحقاق، بتكوني طالبة حاجة من الاستحقاق مرحلة ما، فربنا عشان يوصلك لهذه المرحلة أو لهذه الستيب أو لهذه الليفل في حياتك، لازم أن يضع بعض العقبات أو بعض الأشياء عشان لما توصلي لهذه المرحلة أو حضرتك تصل إلى هذه المرحلة أو هذه المكانة من الاستحقاق، تكون على قدر من هذا الاستحقاق. لذلك ما عليك إلا أن تتكيف وترضى، فتمشي على العقبات لتصل إلى مرحلة الاستحقاق، أو أن تحملي هذه العقبات على ظهرك فتتعبي ومش هتوصلي إلى مرحلة الاستحقاق. الرضا والسعادة في كلمتين: قاوم ما تحب وتحمل ما تكره لتصل إلى نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة ونعيم الدارين الدنيا والآخرة.